يا أهلا بيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي حد عنده موقع وبيفكر يربح منه بطريقة مضمونة وأمنة. لو أنت زهقت من رفض جوجل أدسنس أو تعبت من إن أرباحك ضعيفة، الفيديو ده ليك. لأن النهاردة هنتكلم عن شركة قوية جدا تعتبر من أفضل البدائل الحقيقية لأدسنس، وناس كتير بدأت تعتمد عليها كمصدر دخل ثابت لموقعهم، والشركة دي اسمها مونيتاج. قبل ما نبدأ في التفاصيل، لو انت أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، لأن هنا بنتكلم دايما عن طرق ربح حقيقية ومجربة، ونشارك معاكم كل التفاصيل بخطوات عملية. دلوقتي خلينا نبدأ ونتعرف على مونيتاج ونفهم إزاي ممكن تحقق منها ربح محترم لموقعك. أول حاجة لازم نعرفها إن مونيتاج هي شبكة إعلانية عالمية تابعة لشركة بروبيلر أدز، واللي تعتبر من أقدم وأشهر الشركات في مجال الإعلانات الرقمية. الشركة دي بتوفر حلول إعلانية ذكية ومتنوعة لأصحاب المواقع، وبتدفع بانتظام ومن غير أي مشاكل. وده السبب اللي خلاها تبقى اختيار ممتاز لأي صاحب موقع بيدور على بديل مضمون لأدسنس. الميزة الكبيرة اللي بتميز مونيتاج عن باقي الشبكات إنها بتقبل تقريباً كل أنواع المواقع، يعني سواء موقعك تقني، ترفيهي، أفلام، ألعاب، أو حتى موقع لتحميل البرامج، الشركة هتقبلك بسهولة. لكن في شرط بسيط لازم يتوفر، وهو إن يكون عندك دومين مدفوع، يعني ما يكونش موقعك على نطاق مجاني زي بلوك سبوت أو ووردبريس المجاني. السبب إن الشركة عايزة تتأكد إن موقعك حقيقي وجدي علشان تحافظ على جودة المعلنين. نروح دلوقتي لجزء مهم جدا، وهو أنواع الإعلانات اللي بتوفرها مونيتاج. الشركة عندها أكتر من نوع إعلان، تقدر تختار اللي يناسب موقعك من غير ما تزعج الزوار. خلينا نشرحهم واحدة واحدة. أول نوع هو إعلانات البوش نوتيفيكيشن، ودي عبارة عن إشعارات بتظهر للزوار حتى بعد ما يسيبوا موقعك. بمجرد ما المستخدم يسمح بالتنبيهات، مونيتاج بتبدأ تبعت له إعلانات كل فترة، وكل ضغطة منهم بتكسبك فلوس. الميزة هنا إنك بتكسب حتى والزاير مش داخل موقعك. النوع التاني هو إعلانات البوب أندر، ودي بتفتح صفحة جديدة بمجرد إن الزائر يضغط في موقعك أو يتصفح صفحة معينة. الإعلانات دي بتجيب أرباح عالية خصوصا مع الزيارات الأجنبية، لكن لازم تستخدمها باعتبار علشان ما تسببش إزعاج للزوار. النوع الثالث، وده من أهم المميزات اللي بتميز مونيتاج فعلا، هو الدايركت لينك. الميزة دي بتخليك تقدر تكسب فلوس حتى من غير موقع، يعني الشركة بتديك رابط خاص بيك، وكل مرة حد يضغط عليه بتكسب منه مبلغ معين. تقدر تنشر الرابط ده في مواقع التواصل الاجتماعي، في وصف الفيديوهات على يوتيوب، أو حتى في جروبات الفيسبوك أو تليجرام. ودي طريقة ناس كتير بتعتمد عليها لأنها بسيطة جدا ومربحة. بس علشان ما نطولش، هنخصص فيديو كامل جاي قريب نشرح فيه خطوة بخطوة ازاي تبدأ تربح من الدايركت لينك في مونيتاج، وهنجربها عمليا سوا. نرجع بقى للجزء اللي كل مستنيه، وهو طرق الدفع والسحب من الموقع. مونيتاج بتدعم طرق سحب متعددة، ومنها الآن السحب عبر باي بال. الحد الأدنى للسحب عبر باي بال هو $5. دي طريقة مناسبة وسريعة لو عندك حساب باي بال جاهز. السحب عبر بايونير، الحد الأدنى للسحب هو $20، بيناسب أصحاب المواقع اللي بيفضلوا التحويل البنكي عبر بايونير. السحب بالعملات الرقمية، لو بتحب تستلم عبر العملات المشفرة، مونيتاج بتدعم سحب الأرباح بالعملات الرقمية. الحد الأدنى للسحب بالعملات الرقمية هو $100. الميزة هنا إنك ممكن تستفيد من مرونة التحويلات وسهولة السحب دولياً. أما بالنسبة لمواعيد الدفع، فالشركة بتدفع بشكل منتظم كل أسبوعين تقريبا، وبمجرد ما رصيدك يوصل الحد الأدنى للوسيلة اللي اخترتها، المبلغ بيتحول لحسابك تلقائيا في دورة الدفع الجاية. وعلشان أكون واضح أكتر، أنا في الفيديو ده هعرض عمليات سحب خاصة بيا من حسابي في مونيتاج علشان تتأكدوا إن الشركة صادقة فعلا وما فيهاش أي تأخير في الدفع. هوريكم لقطات شاشة لعمليات السحب علشان المصداقية تكون قدامكم بشكل عملي. لو هنتكلم عن سعر النقرات، مونيتاج من أفضل الشبكات اللي بتقدم سعر أراقي مرتفع نسبيا مقارنة ببعض الشبكات التانية، لكن حتى في الزيارات العربية السعر بيبقى ممتاز ومناسب.
من ضمن الحاجات اللي بحبها شخصيا في مونيتاج هي لوحة التحكم بتاعتها. الواجهة بسيطة وسهلة جدا، تقدر من خلالها تتابع كل التفاصيل زي الأرباح اليومية وعدد النقرات والزيارات وأداء كل نوع إعلان. كمان فيها تقارير دقيقة تساعدك تعرف إيه أفضل الإعلانات لموقعك علشان تقدر تطور أرباحك مع الوقت. كمان الدعم الفني في مونيتاج سريع ومتعاون، لو حصل أي مشكلة أو محتاج مساعدة فريق الدعم بيرد عليك ويساعدك لحد ما تحل المشكلة، وده فارق كبير مع الشبكات اللي بتتأخر في الرد. خلينا كمان نتكلم عن نقطة مهمة، وهي إن مونيتاج بتقبل المواقع بجميع لغاتها سواء كانت عربية أو أجنبية، وده بيدي فرصة كبيرة لأي صاحب موقع إنه يبدأ بسهولة. كل اللي عليك إنك تسجل في الموقع، تضيف موقعك، وبعدها تختار أنواع الإعلانات اللي تناسبك وتبدأ تحقق أرباح. لو موقعك بيجيب ترافيك محترم، صدقني مونيتاج هتكون واحدة من أفضل الشركات اللي ممكن تعتمد عليها في الربح، لأنها بتجمع بين السهولة والمصداقية والأرباح الجيدة. خليني أقولك كمان نصيحة من التجربة، ما تحاولش تملى موقعك بالإعلانات بشكل مزعج. كل ما كانت الإعلانات منظمة وبتظهر في أماكن منطقية، كل ما كانت نسبة التفاعل أفضل والزائر يقعد في موقعك أطول، وده كمان بيساعد إن أرباحك تزيد بشكل طبيعي ومن غير ما تخسر الزوار. وفي النهاية خلينا نلخص الكلام اللي قلناه. شركة مونيتاج هي واحدة من أقوى وأصدق الشبكات الإعلانية البديلة لجوجل أدسنس، بتقبل كل أنواع المواقع بشرط يكون عندك دومين مدفوع. بتوفر أكتر من نوع إعلان زي البوش نوتيفيكيشن، البوب أندر والدايركت لينك. سعر النقرات فيها ممتاز، وطرق السحب اللي اتكلمنا عنها دلوقتي هي باي بال بحد أدنى $5، بايونير بحد أدنى $20، والعملات الرقمية بحد أدنى $100. والسحب بيتم بانتظام وكل أسبوعين تقريبا. أنا زي ما قلت لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم بشكل عملي عن الربح من الدايركت لينك في مونيتاج، وهتشوفوا بنفسكم إزاي ممكن تبدأوا بخطوات بسيطة وتحققوا أول ربح ليكم. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. اعمل لايك للفيديو وشارك رأيك في الكومنتات، وقول لي هل جربت مونيتاج قبل كده، وهل شايفها فعلا بديل يستحق الأدسنس ولا لأ؟ أنا مستني آرائكم وتجاربكم علشان كلنا نستفيد. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.